كلنا طبعا سقعانين ونفسنا بحاجة تدفينا في الشتا ده ومش عارفين نعمل ايه غدا. تعالوا بينا النهاردة هنعمل مراكب البطاطس المحشية لحم مفرومة، بجد تحفة جدا، حلوة جدا في الجو اللي احنا فيه ده وهتدفينا كمان. قبل ما نبدأ لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الاشتراك. هنجيب اول حاجة البطاطس بتاعتنا، طبعا نكون غسلينها كده كويس. بعد كده هنقسمها لنصين بالشكل ده، طبعا الكمية على حسب ما انت حابة. بعد ما قسمتها بالشكل ده هنجيب هنا بولة، وبعد كده هنطلع منها اللحم بتاعها. هتجيبي كده معلقة وهتبتدي تعملي بالشكل ده، تفرغيها تماما كده. تمام، هتطلعيها بالشكل ده كده. خلاص جهزت معانا، شايفين؟ عايزينها بالشكل ده نفرغها تماما. بعد كده هنحطها طبعا في مية علشان ما تسودش معانا البطاطس. وبكده خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها، شايفين؟ طبعا اللحم بتاع البطاطس طبعا مش هنرميه، هنعمل بيه حاجة تانية. بعد كده هنجيب هنا طاسة فيها زيت وهنحمر البطاطس بتاعتنا لحد ما تستوي تماما، وهتسيبيها لحد ما تطرى معاكي البطاطس وتستوي كده وتحمر معاكي كده. تمام، طبعا اول ما تحمر معايا بقلبها من الجناب واسيبها كده براحتها على نار هاديه علشان تستوي معايا البطاطس كده. تمام، وبعد ما استوت معايا البطاطس بالشكل ده هنطلعها هنا في طبق وهنسيبها لحد ما تتصفى معانا كده كويس. بعد كده في نفس الطاسة هنطلع طبعا منها الزيت، هنحط هنا معلقة كبيرة من السمنة. بعد كده هننزل هنا بربع كيلو من اللحمة المفرومة وهنديها كده تشويحة، ما تقلبهاش كتير علشان ما تنزلش المية بتاعتها. هتسيبيها لحد ما تاخد صدمة معاكي كده. تمام، بعد كده هكون مجهزة هنا بصلة مفرومة ناعم، او هنحط هنا التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع معلقة من القرفة والجنزبيل كده. تمام، بعد كده هنحط هنا مكعبات من الفلفل الألوان أو الفلفل الحامي، هتقلبيها تاخد صدمة كده معانا كده. خلاص اللحمة جهزت معانا متعصجة، هنطفي عليها ونكمل بقى الخطوات بتاعتنا. هنحط هنا حلة على النار تسخن كويس وهنحط فيها معلقتين كبار من السمنة، اهم حاجة السمنة تسخن كويس معانا. بعد كده هنحط هنا معلقتين من الدقيق وهنقلب كده كويس. بعد كده هنحط هنا كوبايتين من اللبن، هتقلبيهم كده كويس لحد ما القوام يتقل معاكي. ده صوص البشاميل اللي بالجبنة اللي احنا هنعمله، هنحطه على الوش بيديله طعم حلو جدا كده. تمام، ابتدى القوام بتاعه يتقل معايا. بعد كده هننزل هنا بالجبنة رومي مبشورة، وهنحط كمان جبنة موتزاريلا على حسب اللي عندك هتحطي. هنقلبها كده لحد ما الجبن معانا تسيح كده، هنسيبه لحد ما يتقل. بعد كده هنحط هنا نص معلقة صغيرة من الملح، ما تكتريش قوي ملح. هنقلب كده الخليط بتاعنا، شايفين القوام بتاعه؟ الجبنة ساحت وحلوة جدا. وبكده خلاص صوص البشاميل جاهز معانا. هنجيب هنا الطبق البايركس بتاعنا وهنحط هنا البطاطس بتاعتنا، هترصيها بالطريقة دي. بعد كده هتكوني مجهزة طبعا اللحمة متعصجة بتاعتنا بعد ما بردت، هنحطها على البطاطس بالشكل ده، تحشيها من جوه كده. تمام، طبعا انا حطيتها كلها. هنحط كمان بطاطس تاني، احتاجت معايا الصينية بطاطس. هنجيب كمان هنحشيها. بصراحة الحشوة دي جميلة جدا، لو حابة تغيري من الحشوة بتاعتك ممكن تحشيها جبن بس وخضار، هتطلع معاكي تحفة جدا. هنحط هنا صوص البشاميل بتاعنا، شايفين القوام بتاعه؟ جبنة ساحت وتحفة جدا. هتحطيها على الوش، هتوزعيها طبعا بالشكل ده. في الوقت ده هكون مسخنه الفرن تسخن معانا. طبعا احنا هنستخدم الشوايه من فوق علشان البطاطس مستويه معايا تماما، فهي هتاخد وش كده على الشوايه صوص الجبنه والبشاميل تحمر كده. وبعد كده هتقدميها بألف هنا وشفا. طبعا هنحطها كده. تمام،
هندخلها الفرن زي ما اتفقنا، تاخد وش كده بالشكل ده وتمسك نفسها شوية. هتقدميها مع سلطة، بصراحة وجبة غدا متكاملة وحلوة جدا. تعالوا كده نفتح واحدة مع بعضينا، شايفين شكلها ولونها وطعمها حلو جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون استفدتم منه وعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.